راح ساحب العلم من تحت الكرسي بتاع الجيب وقعد يلمع بيه جزمته قدام مني. انت طلبت موتك يا عجل، هل بالفعل اللي انا هعمله ده يستحق التضحية بالنفس ولا لا؟ ونزلت عديت الحدود الإسرائيلية فجر يوم 26/11 عميد في مخابرات جيش الدفاع الإسرائيلي. هي دي قيمتك يا كلب. بسم الله الرحمن الرحيم. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. دايما يعني حضرتك سنك كام سنة؟ أنا سني 45 سنة. دخلت الجيش امتى؟ دخلت الجيش سنة 88 في شهر 4 88. حرس حدود سلاح التعريف. حرس حدود تمام، تابع لقوات الأمن المركزي في منطقة قطاع وسط سيناء، قطاع الكونتيلا. ربنا سبحانه وتعالى أراد بعد فترة، بعد حوالي 12 يوم، في علم مصري من نقطة مصرية اسمها نقطة رأس النقب. الحبل بتاع العلم اتقطع، طار العلم، دخل إلى الجانب الأرض المحتلة، الجانب الإسرائيلي. خدوا العسكري الإسرائيلي بحركة استفزازية في دورية الساعة 4 العصر، بيمسك النضارة. أنا معايا نضارة 150، معايا نضارة 37 ميدان، هو معاه نضارة 150، يعني بتجيبني وبتفصلني أكتر من النضارة اللي معايا. أنا بشوفه يعني أكني بتفرج على تلفزيون، بس تلفزيون بعيد شوية، هو بيشوفني واضح المعالم والتفاصيل. مسك النضارة بتاعته بيبص عليا، لأني ماسك النضارة وبراقب وببص عليه. راح ساحب العلم من تحت الكرسي بتاع الجيب وراح واقف ساند رجله على الأكسدام بتاع العربية وقعد يلمع بيه جزمته قدام مني. أنا أول مرة قلت للضابط بتاعي، قلت له يا فندم العسكري الإسرائيلي معاه علم مصري وبيمسح بيه جزمته قدام مني. قال لي جايز حتة قماشة أو أي حاجة. قلت له لا، علم مصري واضح الألوان. قال لي حاضر احنا هنتصرف، هتصل بالقيادة أبلغ وأبلغ اليو إن وكلمتين ترضية وكأن شيئا لم يكن. لكن الحركة دي جوايا، ايه هو العلم المصري؟ ما هو الرمز، هو الهوية، هو تعبير عن الشخصية اللي واقفة. العلم ده أنا شايله فوق دماغي، في النسر في البريه اللي فوق دماغي. فكل اللي حصل إن هو لما قال لي حاضر أنا في خلال 4 أيام هنشوف ونتصرف، قلت له ماشي. بعد 4 أيام فوجئت بنفس العسكري معاه مجندة إسرائيلية وبيتمشوا في منطقة قدامنا على طول اسمها محطة المزار أو منطقة المزار. هي عبارة عن مدرجات في حضن 3 جبال. دي جوه في معبد يهودي، مزار سياحي. الساحة دي كلها بتتقلب، بتبقى عاملة زي المدرجات بتاعت الجبل. على مدرج من المدرجات دي وراح ممارس معاها الرذيلة على العلم المصري. فطبعا بعد ما خلص بص لاني ماسك النضاره ببص عليه، راح ساحب العلم ومنفضه وفرشه تحت رجليه. انا في اللحظه دي كان المره الاولانيه قلت للضابط بتاعي، لكن المره دي خدت قرار ان انا ما اقولش للضابط بتاعي، ان انا قلت جوه نفسي من جوايا، قلت له ونطقت له، قلت له انت طلبت موتك يا عجل. فكان القرار ان انا انزل التبة وانزل الجبل درجة او درجتين واضربه طلقة من الطلقات القاتلة اللي هي في الدماغ. وانا بحسب له ميعاد اجازاته بيجي امتى ويغيب امتى. حصل مذبحة المسجد الاقصى. مذبحة المسجد الاقصى علت سقف المطالب معايا، يعني في واحد عامل حركة يستحق عليها الموت. طيب جت مذبحة المسجد الأقصى غطت على الحركة دي، بقت أكبر من مجرد إهانة العلم. مذبحة المسجد الأقصى وقدسية المسجد الأقصى هو نفس الجرح، بس جرح صغير
بيألمك، انما جرح كبير بيشرخ كمان في القلب وفي الدماغ. فاذا كانت الفكره الاولانيه ان انا انزل اعدي الحدود واخترق واكون على مسافه ان انا اضربه الطلقه القاتله، جت مذبحه المسجد الاقصى كبرت الجرح جدا، ولذلك ما بقتش مشكله عسكري بعسكري، بقت مشكله اكبر. طب اذا المطلوب ان انا انزل، بدل ما انزل اضرب العسكري بتاع الدوريه، لا، انزل اضرب الاتوبيس الاسرائيلي. خطط ورتب دفتر الاحوال وراجع التحركات لمده 46 كل يوم، وانا بتمرن وبتدرب وبجري وبستعد بدنيا ونفسيا، وبسأل نفسي سؤال: هل بالفعل اللي انا هعمله ده يستحق التضحية بالنفس ولا لا؟ بالفعل، وكانت الإجابة واضحة وصريحة: اللي أنا هعمله ده حياتي وعمري أنا، ثمن بسيط إن أنا أقدمه في سبيل القضية الفلسطينية ونصرة العرب والمسلمين. ونزلت عديت الحدود الإسرائيلية فجر يوم 26/11. طبعا قعدت أجهز ورتب إن أنا إزاي أخد ذخيرة. أنا واخد معايا 15 خزنة وبندقية آلي، معايا 450 طلقة في 15 خزنة. الأتوبيس ده بيطلع بوابة الأمن الإسرائيلي بتفتح له الساعة 6 بالظبط، عبال ما ياخد خط السير ملف صغير كده في مطلع في منزل في مطلع في منزل في حتة مستوية في منزل بسيط. وده كان أنسب مكان وأنسب اختيار لمكان الكمين الإسرائيلي، لمكان الكمين. عملت بروفا شيشن أشوف منزل الجبل ده بياخد مني وقت قد إيه. بياخد مني على ساعة 19 دقيقة، وبياخد بالعرض 40 دقيقة، يبقى بياخد ساعة بالظبط. يبقى إذن لازم أنا أنطلق من النقطة بتاعتي. بياخد 23 دقيقة، يبقى إذن لازم أنا أنطلق من النقطة بتاعتي قبل منها ب 43 دقيقة أو 42 دقيقة، وحد أقصى 45 دقيقة. ربنا أكرمني، جهزت، غيرت النبطشية وغيرت ترتيب النبطشية بتاع زمايلي عشان أقدر أخد الخزنة من العسكري اللي واقف خدمة، حرس علشان وأنا نازل الصبح ممكن هو اللي يضربني. وغيرت ان النبطشية يبقى الصبح معايا عسكري لسه مستجد، ما هينام او هيقعد. ربنا اراد، ربنا اكرمني، نزلت الساعة 6:03 كنت داخل العمق مستني الاتوبيس قبل ما الاتوبيس يعدي بالظبط بحدود 20 ثانية. في ال20 ثانية دول جت اول عربية، انا كمنت. المتوقع مني ان انا لما اجي اكمل في الطريق كده مصر والاسفلت والجانب الاسرائيلي، انا عملت ايه؟ في مجرى الوادي، في مجرى السيل، عديت الاسفلت وبقيت الناحية التانية، بقى ظهري للجانب الارض المحتلة الجانب الاسرائيلي، وقدامي الاسفلت، وقدامي كده مصر. لما يجي يعدي من على الطريق ويسمع طلقة النار بتزن فوق دماغه ويجي يجري العسكري الإسرائيلي، يجري أو يواجه، فهو لا يعرف مصدر الطلقة. ولما يجي يجري هيجري داخل العمق الإسرائيلي، فأنا حبسه، مش هيجري ناحية الجانب المصري. هو ده حبس ليا وحبس ليهم. بس مين بقى المسيطر؟ مين اللي ربنا معاه؟ مين اللي بيطلب الشهادة؟ مين اللي بيرمي نفسه على الموت؟ ان اول عربية تيجي كانت جاية بالصدفة. انا دخلت عديت الجانب الاسرائيلي وكملت، بحط ركبي على الارض وبكمل، برفع ال4 جربنديات اللي فيهم الخزن عشان ارقد وتمركز. وفاجأ برفع دماغي من فوق كنر الحديد اللي بيبقى على الملفات بتاعة الطريق. دماغي ظهرت سمرة من فوق الكنر بيج،
فلمح دماغي، السواق لمح دماغي فداس بنزين، رحت عادي البندقية وبغريزة التوجيه ورحت ضارب له أول دفعة في وشه، في وش العربية وهو بيعدي، في جنب العربية وهو بيلف في ظهر العربية. في حاجة بسيطة هنا، إن هو بعد مني ب30 متر في ملف. قبل ال30 متر، في ال30 متر دي حتة واطية على اليمين قلب فيها، بس قبل ما يقلب في عربية تانية طالعة جيب شفر في 30 متر. احنا بنتكلم في 30 متر، 30 متر العربية بتجري 30 متر في ثواني. عربية جيب شفر 2 جهاز من اللي هي ال8 سلندر. ال2 جهاز دي تبقى تبع مخابرات جيش الدفاع الإسرائيلي. طلعت في طلعتها كنت أنا مغير الخزنة وتذكرت قول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. أنا ما قرأتهاش الآية، ولكن تذكرت أن هناك آية تقرأ في هذا الموقف. وجهت على وشه، ضربت دفعة في وش العربية، وقفت قصاد مني بالظبط، بيني وبينها عرض نص الأسفلت اللي هو 4 متر. الأولانية قلبت. ليه أنا واخد المكان ده؟ لأن بالظبط بوابة الأمن الإسرائيلي ورا كده في ملف صغير، منزل في مطلع في منزل في مطلع في حتة مستوية في منزل. أنا واقف لهم هنا قبل الملف ب30 متر. هنا هيبقى جاي أضربه في وشه السواق وأكمل أخلص على الطقم اللي حوالين منه، هيعدي من جنب مني، هو هيكون نازل أصلا مهدي علشان ياخد الملف، هيكون مات. هيجي المطلوب منه يلف، مش هيلف، هيتقلب في الواطي. لما يتقلب هلحقه أنا ال30 متر دول على رجليا. بعد ما الأتوبيس يكون قلبة والتانية أخلص عليهم بمجرد ثبات الأتوبيس. لكن ده السيناريو اللي أنا عامله والترتيبة اللي أنا عاملها. لكن ربنا سبحانه وتعالى له حكمة، له سيناريو تاني خالص، والظروف مشيت زي ما أنا يعني غالبا مخطط، ولكن في حاجات بسيطة جدا دي كانت إرادة ربنا سبحانه وتعالى. وقفت العربية التانية بعد ما ضربت دفعة في وش العربية، وقفت. طلعت من مكاني في العمل العسكري، هدف اسمه هجوم وإغارة، من ورا من جنب العربية طهرت، من ظهر العربية من الجنب التاني طهر، طلقة وبوز البندقية في الإزاز وبص في العربية. أنا بضرب على أساس إن في أكتر من 4-5 تنفار، لأن هي مفيمة أسمر مش واضح اللون اللي جوه، ولكن بتعامل إن في كمية ومعاهم سلاح. ولما نزلت الإزاز بطلقة البندقية ببص لقيت واحد بس هو اللي في العربية اللي سايق، مادد ايده كده على الرشاش عوزي، طبعا واخد له دفعة ثابت كده. أنا ضربه من الناحية دي، ضربته طلقتين. طلقة الأولانية التأكيد، هو واخد له دفعة كبيرة، ولكن طلقات التأكيد فاصلة. مش ممكن يكون واخد له 3-4 طلقات في بطنه في جنبه وفي رجليه ويكون في سنة ومعاه سلاح فيتعامل، لكن الطلقة في الدماغ لا يتعامل. دي تأكدت ان هو خلص. ضربت اول طلقة جات له تحت باطه، رحت ضربه الطلقة التانية راح جاله هنا في دماغه كده. تأكدت واقتنعت ان ده هدف ثابت مش هيتحرك، مفيش منه خوف ولا قلق. ابص فتح انهز في الطلقة التانية، انهز وهو ماسك كوكرة الباب. لفت له من الناحية التانية وببص عليه لقيته عميد في مخابرات جيش الدفاع الإسرائيلي. وده اللي ربنا سبحانه وتعالى أراد ان هو يكون الهدف الثمين والصيد الثمين في العملية كلها. وهو طبعا أثمن من الطيارين، من طقم الطيارين اللي ربنا سبحانه وتعالى أكرمني وقتلتهم. بعد كده رجعت زقيته جوه العربية وقفلت الباب. في جية الأتوبيس الأولاني، هما من المطار بيتحرك أتوبيسين، أتوبيس فنيين وعساكر وأتوبيس الطيارين.
فربنا اراد، انا كنت مخطط ومرتب ان لو جه الاتوبيس بتاع الفنانين والعساكر الاول هسيبه يعدي، لان انا عايز اتوبيس الطيارين. طب لو جه اتوبيس الطيارين الاول يبقى خير وبركه، ابدا اتعامل معاه. وافاجئ ان جه الاول اتوبيس الفنانين والعساكر، من لسه واقف على الحته المستويه وهينزل المنزل. فنشنت عليه وقرات قول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وفي نزلته في 50 متر منزله مسطرة متدرجة في 50 متر، ورحت ضارب دفعة في السواق على أساس إن الباقي هيغطس في وسط الكراسي، على أساس إن هم هيتقلبوا، لأن هو هيعدي من المسافة ال4 متر اللي بيني وبين العربية الجيب. عدى من بيني وبين الجيب 3 متر، يا دوب ظهر الاتوبيس عدى الجيب بسنه. راح ضرب فرامل. لما ضرب فرامل ده اخر نفس كان في السواق. الاتوبيس راح منحرف بقى شبه بالعرض. بوز الاتوبيس الناحيه دي قافل الاسفلت، ظهر الاتوبيس الناحيه دي في ظهر العربيه الجيب، يا دوب الفرق بينهم 2 متر. نزل السواق من مكانه يتخبط وراح مدفع على وشه، وانا مكاني رحت مديله دفعه تاكيد، وكملت الخزنه اللي معايا في جسم الاتوبيس، ورحت معمر خزنه وانا بهجم. هجمت على الاتوبيس بعد ما اديت الكلب اللي تحت ده طلقتين تاكيد في دماغه، لان دماغه ناحيتي. بهجم على الاتوبيس. اول حاجه بتعامل بيها السمع، ان انا ضارب دفعه في المفترض مستوى رقود الكرسي، بضرب دفعه في حد هيصرخ، في سحبه اجزاء جوه، في صوت اتعامل معاه، مفيش حاجه خالص. وابص جوه الاتوبيس بعيني كده، ما لقيتش حد خالص واقف جنب السواق. فبصيت لقيت بوز الكوتش بتاعي جنب بوزه. قلت له: هي دي قيمتك يا كلب. وانا واقف جنب منه وبقول للعسكري: هي دي قيمتك يا كلب. ببص كده لقيت الاتوبيس التاني، هما الاتنين بيبقوا شادين بينهم وبين بعض ما يكملش نص دقيقه او دقيقه. ببص الاتوبيس التاني بتاع الضباط، طبعا شاف المنظر، عربيه جيب كده واتوبيس منحرف واقف بجنب، في واحد مرمي على الارض وواحد واقف جنب منه اللي هو انا. هم لسه طالعين المطلع وواقفين على الحته المستويه، فبيبصوا بيقولوا في ايه، عايزين يستشفوا او ايه اللي موجود ده. فهم هيبداوا يتصرفوا حسب رد فعلي انا فجاه فوجئت ان الاتوبيس، ان انا مكشوف وبيني وبينهم ظاهر. طب رد فعلي هم هيبداوا يتصرفوا حسب رد فعلي. انا فكرت ان انا انط كده على جنب الاسفلت، ولكن ده هيقلقهم وهم على الحته المستويه. لو رجعوا لورا بظهرهم خلاص مش هطولهم. طب انا عايز اطولهم، ايه اللي يجيبهم؟ رحت موطي كده ولافف البندقيه لتحت وحطيتها ورا ظهري، وعملت ان انا مصاب، وبدات امشي ناحيه الاتوبيس اللي هو نمرة 2 بتاع الضباط، وانا بشاور بايدي الشمال، بشاور كده وبعرج عرجه واضحه على رجل الشمال وساند الكلى، بس انا مخبي البندقيه في استقامه رجلي ورايح ناحيتهم بعرج. انا مستغل حاجتين، اول حاجه ان الشمس في وشهم، ان الضوء في وشهم. تاني حاجه المسافه بعيده، هم مش هيقدروا يفرقوا لون اللبس بتاعي عن لون لبسهم. في لحظه ما انا كان نظري دي 6/6 ودي 6/6، دي 6/6 ممتاز ودي 6/6 يعني كده طبيعي. في لحظة ما أنا أقدر أفرق لون اللبس بتاعي عن لون لبسهم، في نفس اللحظة هو هيقدر يفرق. قعدنا نقلص المسافة دي وأنا أروح ناحيتهم وأعرج على رجل الشمال وهم بدأوا ينزلوا. المتر اللي هو بينزلوا بوش الأتوبيس مش هيقدر يرجعوا تاني بظهر الأتوبيس لأنه هيرجع مطلع بظهره،
المطلع ده ما يرجعش غير لو ياخده هو على السريع. فضلنا نخلص المسافه دي لغايه مسافه 35 متر، داخله في ال 35 ل 40 متر. في اللحظه دي انا اقدر افرق لون لبسي ولبسهم وهو يقدر يفرق. رحت مطلع البندقيه من ورايا، العربيه او الاتوبيس، المركبه، الف ب سواق. السواق هو اللي يقدر يتصرف في دول كلهم. اول ما نشنت على السواق، رحت مديله دفعه هو والاثنين الظباط اللي وراه. فرد الامن غطس لتحت، رحت واخد الاثنين ظباط اللي وراه. انا بضرب من وضع الجري، بضرب انا لسه معمر الخزنه لان انا اتحرك والخزنه مليانه. بدات اضرب وانا بتحرك واجري واضرب لغايه لما بقت المسافه بيني وبين السواق، بيني وبين الاتوبيس 2 متر ونص ل 3 متر. اتقفل الباب، كان الباب اتفتح، اتقفل الباب واتسحبت الاجزاء من جوه الاتوبيس. فرد الامن لما شافني، اخر مشهد له شافني فيها او اخر منظر شافني على بعد حوالي 35 متر. لما سحب الاجزاء من جوه ما يعرفش ان انا بقيت تحت الاتوبيس هنا بيني وبين الاتوبيس 2 متر في الواطي. طلع الرشاش العوزي وبدأ يرش وهو بيلف. رحت انا واخد طلقه هنا كده، مسحه كده والجمجمه جايه واكله هنا في العظم حوالي 2 مللي ونص او 2 مللي، طالعه هنا لغايه الزيرو، واخد فيها 6 غرز. انا لمحته نطيت شمال ورحت مكمل له بقيه الخزنه اللي معايا في نفس الصاج بين ايديه، لان انا شايف دراعاته وشايف الرشاش، بس في نفس الصاج رحت مكمل له دفعه ونطيت شمال. فلمحته في التكويعه الازاز اللي هي وانت طالع الباب، رحت مكمل له بقيه الدفعه في ظهره. نطيت شمال، بدات شمال في شمال في شمال، جنب مني تبه ارتفاعها 4 متر. انا رحت واخد زاويه التبه، الاتوبيس بقى قدام مني بالظبط بالعرض كده، البابين ناحيتي. انا كنت بدعي ربنا سبحانه وتعالى ان هو يملكني في الاتوبيس حوالي 30 ثانيه، نص دقيقه. يعني انت تتخيل العمل العسكري واطلاق النار نص دقيقه كتير جدا. انا كنت بتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان هو يملكني، يملك، مش يخليها مثلا ايه حاجه بيني وبينك، لا، ان انا اتملك منها. لما يكون انا وانت ماسكين حاجه قدام بعض وبنشد، فدي ممكن انت تشد تاخدها مني وممكن انا اشد اخدها منك، فانا مش متملك فيها. امتى اتملك فيها؟ ان انا اكون ماسكها كلها لوحدي كده واعملها كده، اوديها كده اوديها كده، اكون انا متملك فيها. انا كنت بدعي ربنا ان هو يملكني في الاتوبيس ده نص دقيقه. ربنا استجاب وملكني في الاتوبيس دقيقتين. ضربت في الاتوبيس 7 خزن بمزاج. اضرب الدفعه، الوحده القياس او اي حاجه، مثلا الاتوبيس انا اعرف هو راقد فين. ادي ظهر المسند، الدماغ بتاعه المسند باينه من الازاز، يبقى اديها 50 سم عرض مسند بتاع الظهر، اديها 20 سم الشلته، اديها 40 سم 45 سم دي مستوى الرجلين. كل اللي بيرقد في مستوى الرجلين. هم كمان تشكر شركه مرسيدس مسهله عليا المأموريه ورسمه على الاتوبيس من بره خط احمر من اول الاتوبيس لغايه اخر الاتوبيس في مستوى رجلين الكرسي. انا بقيت في الخط ده وتحت منه ب 20 سم اضرب، لان انا بضرب من تحت لفوق. اضرب الدفعه بعرض الاتوبيس، صريخ وصويت ونقول جعير. ربنا سبحانه وتعالى اراد ان انا اتملك في الاتوبيس في وقت في 8 بيضربوا بطبنجات ستار وواحد بيضرب برشاش عوزي من ورا، ولكن المكان اللي انا فيه كل اللي باين مني او مكان الكمين افضل منهم. ليه؟ لان الطلقه معايا بتخرم الاتوبيس وتعدي وبتخرم الهدف وتعدي. انا في زاويه رمله، اختيار المكان رمله، الطلقه بترشق قدام مني، في رمله بسيطه كده بتنط تيجي على وشي وتيجي على جوز البندقيه، ولكن اراده ربنا
ليا انا الغلبه، وربنا سبحانه وتعالى اراد ان انا اكمل معاهم لغايه لما واحد فتح الباب من ورا وبينط من ورا، نط ضربت عليه دفعه صبته في رجله، رحت طالع سنه لقدام وضربته دفعه في بطنه، ورحت ضربه كمان واحده راحت جاله في دماغه. رجعت ورحت ضارب على اللي في العربيه، اللي في الاتوبيس بيضربوا، في واحد وقت هم بيضربوا قام فتح الازاز اللي الناحيه الثانيه، انا لمحته وهو بيفتح الازاز من الناحيه الثانيه، رحت راجع لورا سنه ومنشن على الازاز فاضي. هم الاسرائيليين بداوا الضرب وانا منشن على الازاز وهو فاضي، هو قام عشان ينط، رحت انا مشعر له على الزناد دفعه 4-5 طلقات في ظهره، رحت مسقطه تاني جوه الاتوبيس. انا عايز يكون ايه؟ كلهم محبوسين جوه الاتوبيس، مش واحد ينزل يجري يشتت لي انتباهي، لان طول ما انا مسيطر عليهم ربنا سبحانه وتعالى معايا. واحد بيضرب طالع بيضرب من قدام برضه بطبنجه، هبطته، رحت ايه واخد له الكورنان ده طيرته. بعد كده في واحد تاني فلت من ظهر الاتوبيس، بس فلت فجأة وانا مع اخر الخزنة بضرب، فلت مني، رحت معمر ورحت موجه على الاتوبيس، ضربت عليه دفعة ما لحقتوش، فهو هيطلع التبة اللي شمالي هيطلع كده مطلعها من عنده هيبقى فوق مني، فاذا لازم انا اغير مكان واتحرك معاه في حركة مناورة. فربنا اراد ان انا كملت بقية الخزنة على الاتوبيس، عمرت خزنة تانية ورحت ضارب طلقتين ورحت متحرك من مكاني. اتحركت من مكاني بلف، بقيت في ظهر العربية الجيب في زاوية الاتوبيس. انا عارف من الناحية دي ناحية خيمة الUN مش هيجي اي حاجة غير الدورية الاولانية او الدورية التانية، وانا في الناصية برفع انشن على اللي طلع على التبة، سمعت صرخة جاية من الناحية التانية. انا بقى وشي كده، بقى الاتوبيس هنا كده، سمعت صرخة جاية من هنا، بلف، قلت جايز ده قدامه 10 ثواني عبال ما يوصل فوق التبة ويرتكز ويبدأ يضرب. طب ابو صرخة ده اقل من 10 ثواني، بص بس عليه وانا برفع كده اضرب الناحية دي، ببص الباور الاولانية اللي فيها العسكري اللي مسح جزمته بالعلم المصري، اللي دنس العلم المصري، قاعد على مدفع فيكرز بشريط، وما له من قوة هذا المدفع فكلنا عارفينها. اللي واقف ورا منه، الخنزير اللي واقف ورا منه شاور عليا مخبل، وهو بيشاور عليا، هي دي الصرخة. انا بصيت، هو وجه عليا المدفع، العربية وصلت الاتوبيس، بيوجه المدفع. لما العربية وصلت الاتوبيس عملت هزة مع ضربة الفرامل الجامدة لأنها وصلت الاتوبيس. إرادة ربنا سبحانه وتعالى إن الاتوبيس ده يقف بالعرض عشان يقفل الطريق، لأن الاتوبيس ده لو اتقلب ما كانش موجود، هكون أنا مكشوف في تحركي. في لحظة ما أنا أتحرك من هنا لهنا مكشوف، هيضربني بالفيكرز وهو على الطاير. لكن إرادة ربنا إن الاتوبيس ده يقف بالعرض علشان يمنع الرؤية عنه، إن هو يشوفني وأنا بعدي من الناحية دي للناحية دي، دي أول حاجة. وإن هو يفاجئ بيا قريب، تاني حاجة. وإن هو يجبر إن هو يضرب فرامل فتحصل